الآراء كلها. ونرجع للنقطة الأساسية، الملف الأمني والتخوفات، وحتى يمكن يعني استشعار أي خوف أمني حتى ولو كان بعيد من الانتخابات في هذه الأيام يربطنا بالحديث عن الانتخابات وفكرة أن يطمئن الناخب الواعي المثقف إلى التواجد داخل اللجان الانتخابية. هو المواطن المصري يعني موضوع الانتخابات في دماغه على طول، ولذلك هو حاطه كسنتر نقطه في النص، وكل الاحداث اللي بتحصل حواليها بيربطها بالعمليه الانتخابيه. يعني تفجير خط الانابيب لسبع مرة خلال 9 شهور رغم انه ليس المره الاولى ارتبط ايضا بالظبط. بالانتخابات. لازم يخليني ان هو يقول ان في تراخي في التواجد الامني من حيث تكرار العمليه، والجناه مش عارفين نوصل لمين اللي بيعمل حاجه زي كده. نرجع ونقول مسؤولية القوى السياسية وإحساسها بالمسؤولية الوطنية يعني المشاهدين أهو بيطرحوا ان احنا نشكل لجان شعبيه بعيدا حتى عن الاحزاب، ونؤمن العمليه الانتخابيه، لانهم عايزين في يوم من الايام يوصلوا ان يبقى عندهم مؤسسه، عايزين يوصلوا ان يبقى عندهم برلمان متشكل بطريقه صحيحه، فالمواطنين بيسعوا لكده. الاحزاب السياسيه النهارده في معظمها، عشان ما نبقاش بنجمع الكل، في معظمها بيبص للعمليه الانتخابيه بالطريقه القديمه، بطريقه العصبيات. هو يعول على العصبيات ويعول على المال. ترتيب القوائم في الانتخابات واللي خد فتره كبيره جدا داخل كل الاحزاب بيرتبط بالعصبيات وبيرتبط بالمال. يعني انت بتستخدم ادوات ما تساعدش على انك انت تقول انك انت عندك مسؤوليه وطنيه. عايز اوصل برلمان قوي، عايز اوصل برلمان اغلب اعضائه فاهمين يعني ايه وظائف البرلمان. عايز اعمل مؤسسه برلمانيه قويه. المؤسسه البرلمانيه اللي جايه دي هي اللي هتحط لي، هي اللي هتشكل لي الجمعيه التاسيسيه اللي هتعمل لي الدستور. الاحزاب بتشتغل بنفس الاسلوب القديم اللي هو المصالح، بتشتغل بانها تلعب على واصل للبعض، يعني واصل للبعض فكره عدم قدره الاحزاب على تحقيق قاعده شعبيه ليها، على التواصل مع الناخبين بشكل واعي يؤمن حتى سير العمليه الانتخابيه ويشجع افكار يعني المواطنين اللي عرضوها بعمل لجان ليس لها علاقه لا بالمرشحين ولا بغيره، لكن خطوره ذلك ايضا على ثقه الناخب في ان يكون متواجد داخل العمليه الانتخابيه. بالظبط. هي الازمه اللي موجوده دلوقتي هي ازمه ثقه. ما زالت ازمه ثقه الناخب المصري، ازمه ثقه المواطن المصري، سواء في المؤسسات سواء في القوى السياسيه، هي اللي بتخلي انه المبادره تبقى مبادره فرديه، انه يحصل عنف، ان يحصل عدم استقرار في الحياه السياسيه في مصر، انه ينظر للعمليه الانتخابيه القادمه على انها سيكون فيها بلطجه، لان هو مش لا هو واثق في الجهاز الامني ولا هو واثق في القوى السياسيه. المواطن المصري متخوف من العمليه الانتخابيه بشكل كبير في الفتره دي، لانه ازمه الثقه دي ما زالت موجوده حتى الان. حته تحدي السلطه هي ازمه ثقه. تحدي السلطه نفسها هي ازمه ثقه، لان هو خايف لا يعيد القديم تاني، لا يعيد النظام بشكله القديم تاني. انصياعي او انصياعي للقوانين وانصياعي للشرطه يخلي رجل الشرطه او رجل الامن او ايا كان الرجل اللي موجود في السلطه ان هو يمتهن كرامه المواطن العادي. فهي برضه بتدور في ازمه الثقه. لا، لازم يبقى فيه برامج، ولازم ننزل للناس، ولازم الوعي من خلال الاعلام لازم يزيد في الفتره اللي نعم. جايه. الدكتور حمدي، التمويل وشراء الصوت الانتخابي يعني بدأ من الآن إلقاء ضوء